الحقيقة أنا جاي أتكلم معاك النهاردة عن عادة واحدة بس ممكن تخلي حياتك أذكى. بس قبل ما أبدأ معاك عايز أقول لك السلام عليكم، إزيكم وعاملين إيه؟ خليني أقول لك على حاجة بسيطة جدا، دي بتبقى ملخص لمعظم مشاكل حياتنا اليومية. والحاجة دي هي للأسف مش ناتجة عن قلة ذكاء منك، للأسف هي ناتجة عن قرارات كتير احنا بناخدها من غير وعي. طيب ايه اللي انا عايز اقوله؟ هقول لك. العادة اللي هي بتخلي حياتك اذكى فعلا هي ان انت تفصل ما بين الاحساس اللحظي والقرار. ايوه، الاحساس اللحظي والقرار. يعني ايه؟ هقول لك. يعني اغلب الناس بتاخد القرارات بتاعتها وهي متوترة او متحمسة زي انا كده دلوقتي، وانا قاصد ان ابين لك الاحساس ده، او زعلانه وبترجع تندم عليها بعد كده. فخليني اقول لك يا سيدي الفاضل ان التفسير النفسي للموضوع ده هو ان العقل بتاعنا في لحظه الانفعال بيدور عن راحه سريعه فقط لا غير، مش بيدور عن مصلحه حقيقيه في الاختيار بتاعه. عشان كده بتصرفات بسيطه بنضيع علاقات وبنضيع وقت وبنضيع فرص. لو كنا فكرنا بطريقه غير دي ما كناش هنوصل للي انا هقوله لك دلوقتي. طيب عايز تقول لي ايه؟ هقول لك. هوصلك منها للعاده العمليه في الموضوع بتاعنا النهارده، ان هو اي قرار مهم اعمل حاجه واحده بس قبل ما تاخد القرار ده. استنى يوم، استنى 24 ساعه، او على الاقل اسال نفسك سؤال واحد بس. تسال نفسك تقول ايه؟ القرار ده لو انا خدته دلوقتي وانا هادي، او لو خدته دلوقتي وانا متعصب، او لو خدته دلوقتي وانا متسرع او عندي حماس زياده، كنت هختاره؟ هديك مثال بسيط وواقعي عن الموضوع ده. خليني اقول لك ان انت مثلا في رساله كنت هتبعتها وانت متضايق من على الموبايل بتاعك، او خليني اقول لك حاجه كنت هتشتريها وانت متحمس زياده دلوقتي وهكلمك عنها في موضوع منفصل، او رد فعل سريع في نقاش خدته قدام ناس قاعد بتتكلم معاهم. كل القرارات دي لو اتاخرت شويه كانت هتطلع بطريقه اذكى من ما هو عليه. الخلاصه يا صديقي ان الحياه الاذكى مش انك تعمل اكتر، الحياه الاذكى هي انك تغلط اقل. والعاده دي لو طبقتها هتوفر على نفسك ندم سنين. والخاتمه، ودي دعوه للتفكير، خليني اقول لك ان انت لو استفدت من الفكره دي خليها عاده عندك من النهارده، وتابع حياه اذكى عشان نفكر سوا بشكل ذكي كل مره. اشوفكم في الفيديو القادم.